الحياة بصورة عامة، الحياة كحياة عنصر مدمر، عنصر يعيش على سواء، زي النار. النار لا تشتغل إلا لكي تلتهم أو تستهلك مادة غيرها. الحياة أيضا لا توجد إلا لكي تستهلك. أنا موجود لازم أستهلك هواء، ولازم أستهلك ماء، ولازم أستهلك طعام، وبدون هذه الأشياء أنا لا أستطيع أن أوجد. الحياة بذاتها ما هياش عنصر لا في خير ولا في شر. الحياة بذاتها عنصر مستهلك زي النار، لأن النار ما هياش مديورة لغرض آخر سوى أن تكون، سوى أن توجد. النار ما تاكلش نفسها، النار تاكل الأشياء الأخرى. كذلك الحياة لا تعيش على نفسها، تعيش على الأشياء الأخرى. مظهر واحد بس من مظاهر الحياة يستطيع أن يخرج من هذا النطاق، من نطاق النار، ويصبح نطاق قادر على أن يحكم بالخير والشر، اللي هو الإنسان العاقل. هذه هي الحياة. مجموعة من الأسماك ستأكل بعضها، مجموعة من الذئاب ستأكل بعضها. الإنسان، والإنسان بس هو اللي يستطيع أن يأخذ هذا الحق ويحرث، ويخلي الحبوب تصنع، ويخلي الحبوب تتكاثر ويكثر الخير. الإنسان بس هو اللي ما يلتجيش إلى أن يقتل، ينتجي إلى أن ينمي. فالإنسان هو اللي يمثل الحياة القادرة على الخلق. البقرة ما تقدرش تخلق، النعجة ما تقدرش تخلق، السمكة ما تقدرش تخلق. هذه الأشياء حية، إنما مهمتهم أن يأكل من الحياة ويأكل الحياة. الإنسان يقدر يخلق، يعني الإنسان زي الله يخلق والإنسان يخلق. هذا المقصود بكلمة الإنسان خليفة الله في الأرض. لها شرط، إذا عرف أن الحياة خلق وإبداع. الإنسان خليفة الشيطان في الأرض إذا لم يفهم من الحياة إلا الإسلام.